تفضل. عندي بو عرفه عضو المكتب التنفيذي لمنظمه ديمقراطيه الشغل. اليوم المنظمه ديمقراطيه الشغل اعلنت على واحد المسيره، هي المسيره الثالثه لمنظمه ديمقراطيه الشغل لنواجه الحكومه الحاليه من خلال مجموعه ديال التراجع على مجموعه ديال المكتسبات اللي حققها الشعب المغربي عبر السنوات الرصاص، زمن ديال الاغتيالات والاختطافات والاغتيالات كذلك. اليوم المنظمه ديمقراطيه الشغل تناضل من اجل رد الاعتبار هذا الشعب ورد الكرامه ديالو، وبالتالي انه ان يعيش حرا كريما. ولكن مع الاسف انه الحكومه الحاليه هي كتعجز انه تحقق المطالب ديال المغاربه. اكثر من ذلك هناك تراجع على مجموعه المكتسبات، هناك يعني اعتقاد الاطر العليا المعطله المشاركين اليوم بقوه في مسيره. 9 ديال الاطر العليا المعطله معتقلين. الاسم البسيط هو انه كيطالبوا بحقهم المرسوم الذي صدر عن المجلس الوزاري برئاسه الملك ومنشور في الجريده الرسميه. اكثر من ذلك القضاء انصفهم. اليوم الحكومه تريد ان تجزي على هذا الحق، والاكثر من ذلك هو انه التحكم في القضاء، بحيث انه القاضي الذي حكم لفادة حق المعطيات يتم تأديبه اليوم، كما انه هناك مجموعه ديال الخيارات ديال هذه البلد يتم التوزيع ديالها بشكل عادل، وبالتالي انه هناك الغلاء ديال المعيشه، وهناك البطاله وصلت 14%، هناك المديون الخارجيه 20 مليار اللي وصلت الان ديال الخارجي، كما انه التوظيف ب 26 موظف ولا 18000 الى استثنينا تحسين الوضعيه الاداريه ديال بعض الموظفين، بمعنى اخر انه التوظيف غادي يكون ضعيف وضعيف جدا. على اي ان هذه الحكومه هي عاجزه عن تلبيه الحاجات ديال المغرب، وبالتالي انه لن تلبي مطالبنا، وبالتالي انه ستدخل المغرب يعني في نفق مظلم. نتمنى من الحكومه الحاليه ان ترحل، لان قبل ما نضيع الوقت الكافي لوضع الى حد اليوم. شكرا استاذ.